صباح الخير. فيديو النهاردة عن عرق التربيانكو أو اللحمة الباردة، وهي الحقيقة مناسبة جدا للعزومات والأعياد وأي مناسبة، هي بتبقى بطلة البوفيه. النهاردة الفيديو فيه معلومات كتير فمش عاوزة أطول عليكم، عشان كده هبدأ على طول. بس لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو أول مرة تشوفوني اعملوا سبسكرايب للقناة. وحابة أفكركم برضو بصفحتي على الفيسبوك، صفحة سالي نبيل، عشان فيها الوصفات مكتوبة وبالصور. هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اول حاجة، هو ليه اسمه عرق تربيانكو او روز بيف او روستو بيف؟ هي كلمة روستو بيف مكونة من مقطعين. المقطع التاني اللي هو بيف معناها لحم بقري، والمقطع الاولاني اللي هو روستو ده علشان طريقة الطهي بتاعته عبارة عن ان هو لازم يستوي في الهواء الجاف الساخن، يعني هواء الفرن مش السلق. يعني الطريقة الصح ليه في الطهي هي طريقة الفرن، بيتحط كده عادي من غير مية خالص، فعشان كده هو طريقته روستو يعني في الفرن، مش بنسلقه خالص، مش زي اي حتة لحمة ممكن نغلي المية ونروح حاطينها فيها. خلاص تمام كده، عرفنا ليه اسمه روستو بيف او روز بيف. تاني حاجة عايزة اقول لكم عليها، هو ايه الفرق بين عرق التربيانكو وعرق الفيليتو. اول لما نعرف مكان الاتنين في الذبيحة هنعرف على طول ده بيستخدم لايه او ينفع لايه وده بيستخدم لايه. الفيليتو ده من بيت الكلاوي، يعني حتة جنب الكلى بتاعة الذبيحة، فبالتالي هي حتة طرية جدا معرقة بالدهون، فبالتالي هي مناسبة اكتر للشوي، للسلق. ممكن يتعمل منها الستيك، ممكن يتعمل منها البوفتيك، فبتنفع للحاجات اللي هي مش محتاجة وقت كتير في الطهي، لانها زي ما قلت لكم لحمة طرية. لكن عرق التربيانكو اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة تعمل منه اللحمة الباردة دوت، بيبقى موجود في العضلة الخلفية للذبيحة اللي هي جنب الديل كده بالظبط، فدي حتة عليها مجهود عضلي جامد، فبالتالي ما فيهاش دهون، عشان كده بيسموها لحمة خشنة. يعني ايه خشنة؟ يعني ما فيهاش دهون، مش ملبسة، مش طرية. علشان كده هي مناسبة اكتر للبوفتيك، عشان ما تشدش قوي فبيقعدوا يدقوا عليها شوية، ومناسبة كمان للحمة الباردة، وبرضو بيتعمل منها ستيك. فكده عرفنا ايه الفرق بينه وبين عرق الفليتو، مكان كل واحد فيهم، وده بيستخدم لايه وده بيستخدم لايه. طيب هو ليه بيجي من عند الجزار مربط كده؟ عرق التربيانكو عشان عضلة، فبالتالي لما هتتعرض لسخونة هتلف حوالين بعضها وهتبقى شبه حتة المنبار كده، واخدة دايرة كده زي الهلال. فعشان ما تلفش اللفة دي ونيجي ساعة التقطيع تضايقنا، فبالتالي هما بيربطوها كويس. يعني الجزار بيبقى رابطها كويس بالطول الاول، وبعدين بيربطها بالعرض كذا لفة. طريقة التتبيل بتاعها سهلة جدا خالص. احنا بنجيب سكينة ببوز رفيع وبنعمل فتحات، كل فتحة نعملها فبنحط فيها بقى فص ثوم وفلفل اسمر، يعني فتحة فيها فص ثوم وفتحة تانية فيها فلفل اسمر. الحقيقة انا من زمان قوي وانا مش بحب الثوم في عرق التربيانكو، فاستبدلته بمية البصل زي ما هنشوف دلوقتي وانا بتبله. اول حاجة معايا فلفل اسمر صحيح مش مطحون، وللتتبيلة بقى التانية فلفل اسمر مطحون، ومعانا كمان الملح. طبعا معايا مية البصل، وفي بصل متقطع، وفي جزر كمان. كل حاجة هتيجي في وقتها. الاول بعمل فتحة كده وبروح مدخلة فيها فلفل اسمر واحدة بس، يعني وحداية فلفل اسمر صحيحة. برضو بنعمل خرم هنا، فتحة كده ببوز السكينة رفيعة، وهندخل فيها برضو فلفل اسمر صحيح. في كل فتحة عاملها هدخل فلفلاية واحدة بس. من كل الاتجاهات بقى هعمل 4-5 فتحات بطول العرق كله، وبضغط عليها طبعا لجوه علشان الفلفل يدخل لجوه العرق ويديله الطعم او التست اللي احنا عايزينه. خلاص كده انا عملت من كل الاتجاهات
فتحات كده بطول العرق كله، وحطيت جواها الفلفل الاسمر الحب. وزي ما قلت لكم اللي يحب برضو يحط الثوم براحته، كل واحدة فيها فص ثوم. بعد كده برش عليه ملح، وبرش عليه كمان فلفل اسمر من كل الاتجاهات. واخر حاجة بحطها هي عصير 2 بصلة، يعني بشرت البصلتين حلو جدا ناعم خالص، وبعد كده صفيتهم في مصفى علشان انا عايزة المية بتاعتهم بس، مش التفل بتاع البصل. وبدأت بقى اغطسه من كل الاتجاهات في مية البصل بالملح بالفلفل. هغطيه بورق فويل واحطه في التلاجة، بس عشان ما ينشفش من هوا التلاجة لازم يتغطى بورق فويل او ستريتش راب او اي حاجة. هيقعد بقى في التلاجة من بالليل لغاية الصبح. بالنسبة لي قعد في التلاجة وهو في التتبيلة بتاعته كده حوالي 12 ساعة، وده طبعا احسن علشان كل طعم الملح والفلفل ومية البصل وكل الحاجات دي يشرب منها ويبقى متبل كويس. وبالنسبة لمقادير الملح والفلفل اللي انا حطيتهم يعني مش كتير، كأني بطبخ عادي جدا، يعني مش بكتر ملح قوي. هي معلقة صغيرة متوزعة عليه من كل الاتجاهات، وكمان معلقة فلفل صغيرة متوزعة برضو عليه من كل الاتجاهات. جبت بقى صينية كبيرة علشان تكفي تاخد كل حجم عرق التربيانكو. بالمناسبة عرق التربيانكو بيبدأ من حوالي 2 إلا ربع لغاية 3 وشوية كيلو، فبيبقى حجمه كبير وتقيل. فنخلي بالنا في المرحلة اللي جاية دي تحديدا، لان احنا هنحط دلوقتي سمنة او زبدة، بس اللي هيحط زبدة لازم يحط معاها زيت، لان الزبدة بتتحرق بسرعة، فنحط لها برضو شوية زيت. لكن انا حطيت معلقتين سمنة كبار، واستنيت لما يسخنوا خالص علشان ابدأ انزل فيها عرق التربيانكو. بياخد لفتين كده فيها لغاية لما الاقي لونه بقى بني، علشان اسد كل المسام بتاعته، وبعد كده ادخله الفرن. ما تستعجلوش عليه، وخلي كل ناحية تاخد وقتها في التحمير. بس اهم حاجة خلي بالكم ما يكونش في جنبكم اطفال او كده، لان هو بيبقى حجمه تقيل، وطبعا السمنة بتبقى سخنة قوي فبيطرطش طبعا، ممكن انتوا بتحطوه برضو يطرطش جامد، فخلي بالكم من النقطة دي كويس قوي. زي ما انتم شايفين كده انا حمرته من كل الاتجاهات، وهبدأ اضيف معاه الجزر المتقطع وكمان البصل علشان ياخدوا تشويحة كده مع العرق قبل ما ندخله الفرن. هطعم بقى الخضار بتاعي بشوية ملح وفلفل وجوز الطيب، وطبعا جوز الطيب دي اختيارية، بس الاساسي طبعا ملح وفلفل. واخر حاجة بنحطها هي طبعا كوباية المية، بتتوزع على الجنبين من العرق، ولكن مش بحطها على العرق نفسه، ده بس عشان المكونات اللي تحت بتاعت الجزر والبصل والحاجات دي ما تتحرقش من سخونة الفرن. فبيدوب بنحط كوباية مية واحدة بس، زي ما قلنا ان هو مش بيتسلق فمش هنكتر المية. وبعد كده نغطيه ونحطه في الفرن، بياخد حوالي ساعتين او شوية على حسب حجم عرق التربيانكو اللي معانا. بعد ما يطلع من الفرن هوريهولكم هو اخد معايا حوالي 2 إلا ربع تقريبا. طبعا لما بيدخل الفرن كل نص ساعة ببص عليه علشان المية ما تخلص ويتحرق من تحت، فكل نص ساعة كده بكشف حتة من ورق الفويل، واذا كانت المية قلت شوية بحط له شوية مية سخنين طبعا مش باردين، واقلبهم كده شوية الجزر والبصل اللي حواليه، وبعد كده اقفل عليه تاني ويكمل تسوية كده كل نص ساعة لغاية لما تم حوالي الساعتين في الفرن. طبعا بعد ما طلع زي ما انتم شايفين كده مش بفتح عليه ورق الفويل على طول، بسيبه يهدى شوية وبعد كده بفتح عليه ورق الفويل. بالنسبة للعرق نفسه باخده ألفه في ورق فويل واسيبه في التلاجة مش أقل من 3 ساعات، علشان أنا لو قطعته وهو سخن
هيتفرفت مني وشكله هيبوظ والقطع بتاعته هتبقى بشكلها مش حلو. فلازم يبرد خالص بره التلاجة، وبعدين ادخله جوه التلاجة مش اقل من 3 ساعات. اما بالنسبة للصوص اللي تحت ده هنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. هنجيب مصفى ونصفي بقى كل الصوص اللي نزل من العرق وهو بيستوي. هنصفيه من الجزر والبصل والحاجات دي كلها، احنا عايزين الصوص بس. هاخد منه معلقتين في طاسة بدل ما احط يعني سمنة جديدة وتبقى تقيلة قوي، فباخد منه كام معلقة وبعدين بحط عليهم معلقتين دقيق واقلبهم على النار كأني بالظبط هعمل بشاميل. اول لما الدقيق يسخن هنزل ببقية الصوص اللي نزل من العرق، وكمان هنزل بكوباية لبن او كريمة لباني، اي حاجة متاحة من الاتنين، واقلبهم لغاية لما الخليط كله يسخن لغاية سمك خفيف شوية، لان هو هيتقل بعد ما يبرد اكتر. وبعد كده بحطهم في طبق التقديم. طبعا اسفة ان الحتة اللي هي فيها وانا بحط كوباية اللبن اتمسحت في المونتاج، فمعذرة يعني. وهنكمل عادي. ده كده الصوص بتاع العرق جاهز. بعد كده هنبدأ نجهز العرق، هنجيبه من التلاجة ونبدأ نجهزه للتقديم. اول حاجة طبعا هنبدأ نقص كل الدبارة اللي ملفوف بيها العرق، وبعد كده نقطعه هو بقى طرنشات زي بالظبط شكل اللانشون او هو بيتقطع. القطع بتاعتنا طبعا مش بتتفرفت مننا واحنا بنقطعها، لان احنا سيبناها لغاية لما تبرد خالص في التلاجة وبعد كده بدأنا نقطعها. فزي ما احنا شايفين كده بتتقطع بمنتهى السهولة جدا. وعايزة اقول لكم ان اللحمة الباردة فعلا يعتمد عليها في المناسبات، في العزومات، في الاعياد، حتى في المدارس. لو هندي لاولادنا سندوتشات بدل سندوتش البرجر مثلا، دي بتبقى خطيرة بجد، بيبقى طعمها حلو قوي، لا مواد حافظة بقى ولا الوان صناعية ولا الكلام ده اللي هو بيبقى في اللانشون وبيبقى في البرجر والحاجات دي كلها. زائد طبعا ان هي طعمها بيبقى حلو قوي. هنبدأ بقى نرصهم كويس ونظبط الشكل كده عشان وقت التقديم تبقى الدنيا مظبوطة ويبقى الشكل حلو. طبعا حابين تحطوا الصوص من فوق مفيش مشكلة، حابين تسيبوها زي ما هي واللي حابب ان هو ياخد الصوص عليها برضو مفيش مشكلة. وهنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم النهاردة، وان شاء الله نتقابل على خير في وصفات جديدة وفيديوهات جديدة كتير ان شاء الله. وشكرا جدا لمتابعتكم، باي باي.